الاعتمادات الموجودة بمنتهى الصراحة لا تكفي لهذا العبء الكبير الملقى على عاتق المستشفيات الجامعية. نحن في حاجة إلى مسارين أساسيين. مسار أن يتم التحديث لهذه المستشفيات الجامعية والنظرة لها أنها تساهم مع وزارة الصحة بالنصف أو بأكثر من النصف في تحمل الأعباء الصحية لفقراء جمهورية مصر العربية. الحاجة الثانية أن يكون هو فعلا يا هناك فندم بتتحمل جزء، يعني بيبقى فيه عائد من هذه المستشفيات، ولا الاعتمادات مخصصة فقط من الدولة بشكل كامل؟ يا فندم أقسام الطوارئ دي أقسام مجانية بالكامل. بمنتهى الأمانة يمكن أكثر من 30-40% من المستلزمات غير موجودة، والمريض بيضطر إنه يجيبها من الخارج. هذا لأن ما فيش إمكانات موجودة للكم الهائل من الحوادث والكم الهائل من المرضى الموجودين والحالات الطارئة اللي موجودة. احنا بنعمل مستشفى إضافي دلوقتي في ظهر المستشفى اللي أنا بمشي فيها ديت، علشان خاطر نحسن حالة المناظير ونحسن حالة مستشفى الطوارئ، ولكن الضغط كبير جدا. أنا بطلب بعد إذن حضرتك من وزارة الصحة أن يكون هناك من موازنة وزارة الصحة جزء لهذه المستشفيات الجامعية التي تقوم بدور فعال وكبير جدا في خدمة مواطني مصر. الجزء الثاني والمهم والأهم عندي من الأجهزة هو الانضباط داخل المستشفيات الجامعية بالنسبة لزملائنا من الأساتذة ومن النواب وأبنائنا وهكذا. وأنا النهارده كنت بأؤكد، لأنه كان هناك بعض الأقاويل بتقول إن في ناس بتقول اعملوا التحاليل بره. أنا واقف حاليا في المعمل، واقف في معمل المستشفى، معمل ممتاز جدا بيعمل جميع التحاليل. فأنا بقى حذرت إنه أي شخص أو أي دكتور أو أي عضو هيئة تدريس أو أي نائب أو أي موظف هيوحي لأحد إنه يذهب إلى الخارج يعمل تحاليله بره، ليس له عندي مكان غير التحقيق والفصل من الجامعة. هذا كلام بس حضرتك اشرت ان في بعض الادوات والمستلزمات الطبيه ما بتبقاش يعني متوفره، يعني في بعض الاحيان، وبنشوف قصص زي دي في اكثر من مكان في محافظات مختلفه، ان المريض بيروح يقولوا له طيب روح اشتري هذه المستلزمات وتعالى الطوارئ. انا المسؤول الاول اللي بقول لحضرتك ده بيحدث في المستشفيات الجامعيه كما يحدث في مستشفيات وزاره الصحه. المطلوب ان يكون هناك خطه استراتيجيه واضحه واولويات، واذا تم تفعيل الدستور ان شاء الله بالنسبه المقرره له في الدستور، هذا الامر سيتغير تماما. حضرتك هنجد موارد ماليه علشان نصرف على المستشفيات وعلى الشباب وعلى الناس اللي هي الفقيره التي لا تستطيع ان تدفع يومها. هذا مطلوب. نتمنى يا رب ان ده يحدث، وده جهد حضرتك يعني مشكور عليه ومقدر يعني فعلا، ومحتاجين فعلا هذه الحالة من المتابعة اليومية لكافة المستشفيات، ليس فقط المستشفيات الجامعية ولكن أيضا مستشفيات القطاع العام في مختلف أنحاء الجمهورية. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى هذه الجولة الإخبارية في